ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ ايه ده؟ هي لعيبه الهلال جايه تهزر ولا ايه؟ هي لعيبه الهلال فاكره خلاص صعدوا خلاص ووصلوا وكسبوا خلاص وطلعوا تصدروا المجموعه وكسبوا ولا ايه الهزار ده؟ لعيبه المولوديه جايه بصراحه بتاخد النجيله طوب العرض واكلين الملعب. لعيبه المولوديه جايين يلعبوا الماتش بجديه. لعيبه المولوديه رجاله بصراحه الشوط الاول مقطعين ما فيش هلال خالص. الحقيقه تتقال ما فيش هلال نهائي. 45 دقيقه من الشوط الاول ما فيش يعني الهلال ما جاش اصلا تقريبا. الهلال لسه في اوضه اللبس ما نزلش الملعب لحد دلوقتي. هو في ايه؟ بصراحه لعيبه الهلال على المستوى دوت هيلعبوا الماتش الجاي هيبقى اصعب واللي بعديه اصعب. هم عايزين نقطه واحده والفرق دلوقتي ما بترحمش. هم بيلعبوا زي ما انا قلت لكم. لعيبه الهلال بادئه المباراه وبتلعب المباراه على نقطه واحده وده غلط. ده مش في قانون كره القدم ابدا انك تدافع الماتش كله. اول 5 دقائق اتلبوا جول يعني صراحه اللبه كانت لبه. الواد لبها له. الواد عمل طلعه بالعرضيه وخلى الحارس بتاع الهلال مش شايف قدامه خلاص ما شافش. هو في ايه يا جدعان؟ لا بصراحه الهلال ما جاش خالص. كل توفيق للمولوديه الجزائر اللي انا بشجعه النهارده ان شاء الله بصراحه كده. مش عايزين نحور كتير على بعض بقى عشان تعبت بصراحه. وان شاء الله المولوديه يكسب الهلال النهارده ويحاول ان هو فريق جزائري عربي. لكن ان شاء الله الماتش الجاي اوعدكم ان انا هشجع الهلال عشان الهلال يصعد علشان ياخد نقطه يصعد بيها. يا عم مش مهم كده هيجيب لنا نقطه. والله الهلال انا ما بشجعش الهلال وهيجيب لي نقطه. يعني بعد ما تقدم سيمفونيه عظيمه 3 ماتشات ورا بعض جاي في اخر ماتش اللي المفروض تصعد فيه عمال تدلع لي. تدلعوا على ايه انتوا؟ انا مش فاهم صراحه. يعني ايه الدلع اللي انتوا فيه ده؟